به وزمانا نخوته بو نارینه نارینه نارینا به شکر شیرینه بالمال یامل بله ایوار باش تماشاوان هیجا تماشاوان برومت ایوارا و حبیب خیر کشیده بیمه اون جناب خیر کشیده بین خلص شاد المحتور بن بله تماشاوان هیجا و حجار مكتوز دایا و امهر الأمر الوجي وأم نيبان إخوات حيين بلندات المكتبين بلندات فتر الرحمن دبلوماسية السياسة بلدين الأكرانين وأروها إيروجي نيبان كمين يتكتر جران هيا نيبان كمين دولة إسرائيل بسيطة الكردة أمي دعوتي استديو بكين بريز مندي السفدية نعرفها أروها هائلة بقولن زماني برنامج هي الزماني عربي بالجبرية كيليكو أم جابت سنة الزماني عربي إنجليزي زمانه أم يحاول بدن توفق بدن الناس بدن دابر صادرين ما بريز مندي سفدي بوتين كيليكو في الزمانة اللي بتجي فرده باش أزي أنا في ترتيب فكر أزي عربي جبعة اهلا وسهلا مشاهدي روشن تي في، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حفلنا الاسبوعي على شاشه روشن تي في. نتمنى ان تكونوا بخير وبصحه وعافيه وان نمضي معا وقتا طيبا هذه الليله عبر حوار هادئ وجميل، وان نكون عند حسن ظنكم في التساؤل والاجابه على استفساراتكم واسئلتكم. لقد وعدنا مشاهدي روشن تي في بأن نبقى على الحدود القريبة من معاناتهم ونسلط الأضواء على الزوايا المعتمة والمخفية في المعادلات السياسية والمجتمعية والإنسانية، حيث لا خطوط حمر في السير نحو معرفة الآفاق والتعرف على المجاهيل في ظل فك طلاسم المعادلات. اليوم نستضيف الأستاذ مندي الصفدي الإسرائيلي الصلب المدافع عن الإنسان وحقوقه ليس في إسرائيل وحدها بل في كل العالم. من هو مندي الصفدي؟ الأستاذ مندي الصفدي مواطن إسرائيلي من مواليد مجدل شمس الجولان، رئيس مركز الصفدي للدبلوماسية الدولية والبحوث وحقوق الإنسان والعلاقات العامة، محاضر وخبير في الشؤون الإسلامية والإرهابية وسوريا والشرق الأوسط، وأيضا له العديد من المقالات، وعمل كمستشار سياسي واستراتيجي حول الربيع العربي والثورة السورية، وقد شغل أيضا وسابقا منصب رئيس مكتب نائب وزير التنمية في النقب والجليل والتعاون الإقليمي، وعمل كحلقة وصل بين المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والمعارضة السورية. من نشاطات هذا المركز، مركز الصفدي، عمل مركز الصفدي خلال الأعوام الماضية على مسألة حقوق الإنسان في بنغلاديش وبعض الدول الأخرى، ويسعى ويدافع مركز الصفدي عن حقوق الأقليات في العالم، ويساهم أيضا مع المنظمات الإنسانية الأخرى لوضع حد لقمع الحكومات لهذه الأقليات، إلى جانب التطهير العرقي لهذه الأقليات من الهندوس والبوذيين والمسيحيين والآخرين. ويعمل مركز الصفدي على مساعدة المعارضة السورية الليبرالية
في محاربة اضطهاد النظام، في محاربتهم يعني محاربة المعارضة للنظام الإرهابي السوري، ويقوم أيضا بمد يد العون والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية لضحايا الحرب السورية. ويقوم مركز الصفدي في تل أبيب إسرائيل بإعداد تقارير عن حقوق الإنسان وبشكل منظم ورفعها إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية. ويضع مركز صفدي للدبلوماسية الدولية وحقوق الإنسان مسألة حقوق الإنسان وإنقاذ الأقليات في كل من سوريا والعراق نصب عينيه. ويعمل أيضا في عدة مناطق من العالم لضمان حقوق الأقليات العرقية والمذهبية ورفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي بشأن القضايا التي تواجهها هذه الشعوب في المناطق الخاضعة للقمع والإرهاب. وأيضا أنتج مركز الصفدي أدلة وثائقية بشأن الجالية اليهودية في عموم سوريا، وكان لهذا المركز أو هذا المركز كان المركز الوحيد الذي تمكن من الحصول على فيديو إعدام إيلي كوهين في دمشق. ويعمل مركز صفدي BDS على تعزيز العلاقات العامة لإسرائيل مع جميع أنحاء العالم الإسلامي. والسيد مندي الصفدي هو أحد أعمدة هذا المركز وأحد المؤسسين لهذا المركز الذي يقع مركزه في تل أبيب بإسرائيل، وهو مواطن إسرائيلي درزي يعمل بالتعاون مع الطائفة المسيحية والشركسية وبقية الجاليات الأخرى بشكل كبير في إسرائيل. وعلى لسان السيد مندي الصفدي رئيس هذا المركز يقال بأن سبب وجودهم هو النضال من أجل الإنسان وحقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة وخاصة منطقة الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ مندي الصفدي. تحياتي لك. تحياتي لك ولكل الإخوة الأكراد في 4 أجزاء الكردستان وفي العالم كاملا. أستاذ صفدي، أعتقد هذه هي المرة الأولى تستضافون من قبل شاشة كردية وأمام جمهور كردي عريض، ويتمنى هذا الجمهور من حضراتكم الوقوف على المعاناة التاريخية والعلاقات والتقاطعات بين الشعبين الكردي والإسرائيلي. وأنت لك باع طويل وتسمى أيضا في الوسط الثقافي في إسرائيل، تسمى أيضا أنت بصديق الشعب الكردي. كيف تستطيع أن تترجم لنا هذه العلاقة ولو بوجيزة موجزة صغيرة بتعريف صغير العلاقات التاريخية بين الشعب الكردي والشعب الإسرائيلي؟ تفضل. طبعا الشعب الكردي والشعب الإسرائيلي لهم تاريخ عريق وتاريخ قديم، حيث كانوا جيران على الحدود قبل طبعا دخول الفتح الإسلامي وقبل دخول العرب إلى منطقة بلاد الشام أو أرض إسرائيل، أرض كنعان. فالحدود كانت مشتركة والتعامل والعلاقات كانت من أحلى العلاقات مع الشعب الكردي، والانسجام كان قوي جدا. لكن بعد دخول الفتح الإسلامي وأيضا الحروبات التي مرت على هذه المنطقة أجلت اليهود من هذه المنطقة إلى دول أخرى، فتوزعوا في دول أوروبا ودول أمريكا وفي مناطق أخرى، إلى أن حال بهم الأمر أن يعودوا إلى وطنهم الأصل، إلى أرض إسرائيل، وأخذوا منها قطعة صغيرة مما يحق لهم، وهي القطعة التي اليوم تشكل دولة إسرائيل. لكن العلاقات الكردية الإسرائيلية لم تنتهي أبدا، فللشعبين هدف واحد وإرادة واحدة، هي العودة إلى أرض الآباء والعودة إلى الدولة التي كانت التاريخية التي كانت تحتويهم. والتعاون كان مفهوم من أول الطريق بالنسبة لإسرائيل. فالشعب الإسرائيلي والشعب اليهودي لم ينسى يوما تاريخه، ولم ينسى يوما التضاريس التي كانت في هذه المنطقة.
لذا وجدنا أنه التقارب بين القيادات الإسرائيلية والقيادات التركية الكردية من أيامات السيد مصطفى البرزاني كانت علاقات مباشرة وجيدة، ولم يكن هناك أي تردد في فتح وتوسيع هذه العلاقات والتعاون بين راح ندخل بعدين في صلب هذه المواضيع. استاذ مندي، انتم تنحدرون من الطائفه الدرزيه، هذه الطائفه المحترمه والتي لها من الوزن السياسي والمجتمعي القيمه الكبيره في موازين القوى في دوله اسرائيل، اي ان اسرائيل مهتمه جدا بالاخوه الدروز وبمستقبلهم. فما هو الوزن المجتمعي للاخوه الدروز في رسم ملامح السياسات الداخليه لاسرائيل؟ وهل لهذا الوزن أي الوزن الدرزي دور ما في رسم السياسات المستقبلية لكل من سوريا ولبنان، كون الأخوة الدروز موجودين بلبنان وسوريا أيضا؟ نعم، الدروز هم أقلية أثنية في كل العالم. طبعا الدروز في إسرائيل يشكلون 130 ألف نسمة من خلال 9 مليون نسمة في إسرائيل. لكن العلاقة الدرزية اليهودية تنحدر إلى أيامات النبي موسى والنبي شعيب يترو عليه السلام، حيث بدأوا طريقهما سويا، وكانت علاقتهم وشراكتهم حيث ابنة النبي يترو أو شعيب النبي الدروز تزوجت مع النبي موسى في حينها. ولذلك أيضا العلاقة بين الدروز وبين اليهود هي علاقة تاريخية، علاقة قديمة، وعلاقة لم تنتهي أبدا. الدروز سكنوا في أرض إسرائيل أو بلاد الشام كما نعرفها منذ آلاف السنين، والدروز لم يتركوا هذه المنطقة وبقوا في بلادهم، حيث أنهم يشكلون اليوم من ناحية عرقية أقدم شعب يعيش في هذه المنطقة. الدروز انخرطوا مع دولة إسرائيل. الدروز حاموا الشعب اليهودي قبل قيام دولة إسرائيل من الثلاثينات، حموهم من الغزوات العربية التي كانت ضد اليهود الذين سكنوا في إسرائيل. وبعد قيام دولة إسرائيل استمر هذا التعاون والشراكة، وباتوا الأقلية الوحيدة التي تخدم في الجيش الإسرائيلي، والتي يعني وإلى أن بنوا دولة إسرائيل سويا مع باقي المجتمعات الأخرى في إسرائيل. نعم، وهم يستمرون في هذا الموقف كشركاء في الدولة وشركاء في أخذ القرار. يعني ولهم موقف مهم جدا في العلاقات مع الشرق الأوسط ومع الشعوب العربية في الشرق الأوسط. لذا نرى يعني الوزن الدرزي في الميزان السياسي والانتخابي بإسرائيل لهم دور كبير في تحديد وماهيات رسم السياسات الداخلية بين الأحزاب في البرلمان في الكنيسة. نعم، الدروز يمثلون قوى مشاركة للشعب اليهودي في هذه الدولة، وهم تقريبا في بعض الأحيان ينتمون إلى أحزاب يهودية متعددة، ولدينا أعضاء في الكنيست من خلال 120 عضو كنيست. لدينا 3 أعضاء كنيست دروز، منهم ابناء أبو وزير، وأيضا في المكاتب الرسمية بشكل عام. نعم، وفي المكاتب الرسمية طبعا لديهم مناصب رفيعة، وهناك سفراء، وهناك في جميع. أستاذ الصفدي، يعني هذه المناصب تنحصر فقط
بالدروز ام بالجاليات الاخرى مثلا مثل الاكراد مثل الفرس مثل اليهود الاخرين في الدوله الاسرائيليه، اما ان الدروز لهم يعني اولويه في تعيين او في ماهيه؟ لا طبعا. عندما نقول اليهود فاليهود هم الألمانيين، يهود ألمانيا ويهود العراق ويهود كردستان ويهود سوريا ويهود اليمن ويهود المغرب، جميعهم ينتمون إلى الديانة اليهودية. فالتوازن متواجد في كل الأجزاء الطائفة الديانة اليهودية من جميع الدول التي قدموا منها، والأكراد يمثلون يمثلون في مناصب قوية جدا ومناصب جيدة في الجيش وفي المكاتب الحكومية الأكراد. ممكن تعرفنا يعني توضح لنا هذه المناصب أو قيمية هذه المناصب، كيف تتم يعني عملية الاندماج في الوطن الإسرائيلي من قبل القيادة الإسرائيلية لهذه الجاليات القادمة من الشتات وإلى دولة إسرائيل؟ يعني هلا أقول إنه مثلا الأكراد يعني يحتلون مناصب عليا في الدولة الإسرائيلية إلى جانب الجاليات الأخرى مثل ما تفضلت الدروز والآخرين من العراق ومن إيران ومن بقية الدول. يعني حتى نحط المشاهد بعين الحقيقة، يعني ممكن توضح الصورة أكثر، تعطي فوكس أكثر شوي عن الوضع الكردي أو عن اليهود الكرد في إسرائيل، إلى أي مدى هن منخرطين في المجتمع الإسرائيلي ويحتلون يعني مناصب رفيعة، وممكن نقول والله يعني عم بيساهموا في دفع السياسة الإسرائيلية الداخلية على شكل واسع. أنا أعطيك مثل معروف لكم، شخصية معروفة جدا في الوسط الكردي، إتسك مردخاي، الذي كان قائد الأركان في الجيش الإسرائيلي وبعدها أصبح وزير الدفاع في الجيش الإسرائيلي، وهو أحد الشخصيات المعروفة جدا لدى الأكراد في جميع أنحاء العالم. هناك أيضا مدراء عامين في مكاتب حكومية، وهناك مسؤولين في الكنيست، وهناك مسؤولين في مثلا صديقي يودا بن يوسف نائب رئيس بلدية القدس التي تعتبر من أهم البلديات في إسرائيل، ومناصب عديدة. هل هؤلاء اليهود الكرد هن متعاطفين مع قضايا شعبهم بأجزاء كردستان الأربعة؟ أكيد، ولهم نشاطات دائمة ونشاطات سياسية ونشاطات ثقافية ونشاطات عدة التي يقومون بها لإحياء التراث الكردي وإحياء الفولكلور الكردي في إسرائيل، حتى أنهم يعلمون أطفالهم الفولكلور الكردي من الرقص والدبكة وهي الفولكلور والأغاني. وهناك مطربات كرديات يغنون اللغة الكردية في إسرائيل. يعني بشكل أو بآخر ليس هناك اضطهاد قومي تنصهر فيه أبدا لا كل القوميات والأعراق في موقع ثقافية واحدة، يعني أبدا لا. كل جالية تأتي مع أغانيها، مع رقصاتها، مع أكلاتها، مع مطاعمها، مع يعني إذا تزور إسرائيل فممكن. كان معي وفد من كردستان الذي تجولنا في أحد الأسواق في القدس، مع العلم الكردي على أحد منهم، فترى الأكراد الجالية الكردية، شخصيات من الجالية الكردية الذين موجودين في الأسواق
يأتون ويريدون التعرف على الأكراد والتعرف عليهم من كردستان. يعني استاذ صفدي، هل نستطيع ان نقول بان الجاليه الكرديه نشاطاتها اعمالها تنحصر في الثقافه الشعبيه ام ترتقي الى مستوى العلاقات والدبلوماسيه والسياسه وفتح مراكز ومراكز ابحاث واقامه العلاقات اللوجستيه مع كبار الشخصيات وفتح مراكز ثقافيه ومجتمعيه في اسرائيل، ام تنحصر فقط بالعلاقات الاجتماعيه البينيه مثل ما تفضلت في الاسواق والاكلات والى اخره؟ لا، عند الأكراد الجانب الفولكلوري، وطبعا الجانب الثقافي أو العلمي. فهناك قسم مخصص لكردستان في وزارة الخارجية الإسرائيلية. من خلال هذا الفرع يقومون بأبحاث وبأعمال مهمة جدا التي تعطينا صورة عن كيفية التقارب وكيفية التعاون والمشاركة مع الشعب الكردي. اوكي، لنرجع الى موضوع الدرزي رويدر، لاني مسوي انا محاور استاذ صفدي، دخلنا بالموضوع الكردي راح نرجع له كمان مره ثانيه. اليوم ايران موجوده كانت ايران موجوده في لبنان، واليوم هي موجوده في الجنوب السوري وتهدد اسرائيل ليل نهار، وصارت ايران على حدودكم من الشمال. كيف ينظرون الساسه الاسرائيليين الى هذه المساله المرعبه؟ يعني إيران باتت على حدودكم وعلى أبوابكم، ونحن نرى بأن التهديدات الإيرانية أصبحت واقعية أكثر، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الجنوب السوري تقريبا بالكامل وبالتعاون مع الروس. أنتم في إسرائيل وأنتم في الطائفة الدرزية في الجغرافيا والديموغرافيا، يعني أي حراك أو أي حرب لا سمح الله تصير وتقع بين الطرفين على الحدود، راح يكون الأخوة الدروز هن مثل الكرد في الشمال هن وقود للمعركة. كيف تنظرون أنتم كجالية درزية في إسرائيل وكساسة إسرائيليين إلى الموقع والتموضع الإيراني الجديد؟ طبعا إسرائيل لها من القوة ما يكفي لردع أي تهديد إيراني أو آخر أو إرهابي عن حدودها. وربما رأيت في اليومين الأخيرين كيف صواريخ إسرائيل تفتك في هذا التهديد، وكيف تهز كيانه في عمق بيته وفي عمق خنادقه. إسرائيل لديها القدرة للوصول لكل رأس أفعى لتقطعه. وقبل يومين كانت عملية قوية جدا، حيث تم قصف أحد المراكز الإيرانية في الجنوب السوري، وسقط خلالها 8 قياديين إيرانيين في هذا المكان، وأكثر من 40 جريح وقعوا في هذا القصف. وكان قصف ليس مكثف، بل قصف صاروخ أو 2 كانوا موجهين، والذخيرة اللي كانت موجودة في المكان فجرت بعضها من هذا الصاروخ. أما بالنسبة للدروز، فإيران اليوم لديها القدرة أن تخترق أو تنتهك البيت الدرزي في السويداء. في لبنان لم يستطيعوا، في إسرائيل لا يوجد لهم ولا أي وجود، لكن في السويداء بغطاء من الأزمة الموجودة في سوريا يحاولون تهجير الدروز من القرى الشرقية من السويداء، وإدخال داعش إلى هذه المنطقة. وكلنا نذكر
25 من شهر 7 السنة الماضية، كيف إيران ونظام الأسد فتحوا الأبواب لداعش كي يدخل ويقتل ويخطف من إخواننا الدروز في شرقي السويداء. يعني هل باستطاعة إيران والنظام السوري أن يجدوا بيوتا لداعش في الحدود الشمالية لإسرائيل في الجنوب السوري مثل ما سووا بدير الزور والرقة وعلى طريق تركيا في الشمال السوري؟ طبعا هم الذين نقلوهم أخي، هم الذين نقلوهم من مخيم اليرموك ومن تدمر إلى القصر الشرقي السويداء، والآن يحاولون تهجير أهالي القرى القريبة وإدخال داعش إلى هذه المنطقة. داعش متواجدة في سوريا بدعم كامل من إيران والنظام السوري. بس أستاذ، بالرغم من كل هالشيء، بالرغم من الحرب الموجودة في سوريا اللي حرقت الأخضر واليابس وظهور داعش بكل وحشيتها، من الرقة إلى دير الزور إلى المناطق الكردية في الشمال السوري، رأينا بأن الجبهة الشمالية لإسرائيل والتي كانت المراقبون يقولون بأنها ستكون أسخن جبهة بين الدواعش وبين إسرائيل أو بين الإيرانيين والنظام السوري من طرف وبين دولة إسرائيل من طرف. بل شاهدنا خلال السنوات العشر الماضية أن الجبهة الشمالية لإسرائيل كانت أهدأ جبهة بالنسبة لكل الجبهات التي حاربت فيها داعش والنظام السوري وإيران. نعم، لأن إسرائيل أخذت احتياطاتها وعملت كل مجهودها لكي تمنع اقتراب الدواعش إلى حدودها. وأيضا شو كانت نوعية هذه الاحتياطات أستاذ صفدي؟ ماهية هذه الاحتياطات؟ كانت لوجستية، عسكرية، استخباراتية، مدنية، دبلوماسية؟ شو كانت نوعية هذه؟ تقريبا جميعها سويا. كل الخطوات التي كانت تتوجب أن حصلت منها الاستخباراتية ومنها القصف الذي تم ضد مواقع داعش لإبعادهم عن حدودنا. لكن أنا أريد أن أقول لك شيئا ومهم جدا أن يعرفه كل شاب سوري وكل مواطن سوري. داعش هي كانت جزء من حرب النظام ضد المعارضة السورية. داعش لم تنتمي أبدا إلى المعارضة السورية ولم تحارب جيش النظام. داعش دائما حاربت فصائل الجيش الحر والفصائل المعارضة للنظام. وكان كل يوم إيران كانت تشتري كل يوم من داعش ب$2 مليون النفط، وسوريا كانت تنقل من مناطق السيطرة لداعش إلى مناطق سيطرتها بمبلغ $1 مليون نفط. فتمويل داعش اليومي $3 مليون يوميا كان يأتي من إيران ومن النظام السوري. والشريك الثالث في إدخال داعش وفي تقوية داعش على أرض سوريا هي تركيا التي فتحت لهم حدودها لدخول سوريا. تمام. أنتم على علاقات جيدة مع كافة أطياف المعارضات السورية وعملتم كمنسق بين الحكومة الإسرائيلية والشخصيات المعارضة السورية. هل لاحظتم بأن السوريين من المعارضة جادون في قلب النظام أو إقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي في سوريا؟ هل لمستم من أطراف المعارضات التي زارت إسرائيل أو التي التقيتم بها في الخارج أو في الداخل، هل لمستم بأن المعارضات العربية السورية أو المعارضة السورية بشكلها والفصائل التي اجتمعتم بها، هل هي تحمل مشروع سوري ديمقراطي تعددي في سوريا، أم أن المشاريع كلها بتشبه بعضها وما هي إلا نتاج للحكم البعثي السوري الذي طال والذي يحكم 50 سنة؟ شوف أخي، نحن التقينا مع آلاف المعارضين واجتمعنا تقريبا مع كل أطياف المعارضة السورية. بالنسبة للمشاريع،
فيمكنني أن أقول لك أنه أغلب المشاريع أو 90% من المشاريع تختلف فقط في أسماء الموجود فيها، أسماء الأشخاص الموجودين فيها. فإذا أتينا لمشروع فهد المصري أو هذه الأسماء التي تأتي على الساحة في هذه الأيام، فمشاريعهم مأخوذة من مشاريع أخرى للما الأتاسي كمال اللبواني اللبواني والغادري وآخرين. يعني قصدك المشاريع كلها متشابهة ببعضها، يعني المشاريع متشابهة لكن الأشخاص تختلف. شو ماهية المشاريع؟ شو أنتم مأخذكم على هذه المشاريع في إسرائيل؟ أغلب المشاريع وهنا تشعر أن هذه المشاريع غير جدية أو كتبت بخلفية في كتابتها هي خلفية المصلحة وليس لخدمة الشعب السوري. وجدنا أن هناك قصدك مثلا فهد المصري على سبيل المثال. تفضل. فهد المصري على سبيل المثال كتب بالضبط ماذا يريد الإسرائيلي أو تطلعات الإسرائيلي. بل. لم يتطرق لأي نقطة التي تأتي بمصلحة الشعب السوري. وفكر أنه بهذه الطريقة هو يجذب إليه الدعم الإسرائيلي، ولم يعرف أن إسرائيل لا تبحث عن دمى لتكون رئيسة سوريا، إلا نحن نريد الشخص الذي يمكن أن يكون لنا شريكا في تأمين الاستقرار في الشرق الأوسط تامة. يعني أنتم تبحثون في إسرائيل سيد صفدي عذرا، يعني أنتم تبحثون في إسرائيل عن أناس وعن معارضات وعن شخصيات سورية أو غير سورية حتى في دول الجوار الإسرائيلي، تبحثون عن شركاء في السلام لصناعة السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط. أكيد، شركاء للسلام وشركاء للاستقرار في المنطقة. يعني إلى الآن وبعد 10 سنوات من الحرب الدامية القذرة الحارقة لكل شيء، يعني ألم تلتقوا بعد بأولئك الناس الذين تطمحون إليهم؟ وجدنا أشخاص، لكن أنت تعرف أن شخصا واحد لا يمكنه أن يقيم دولة، ونحن ليس لنا هدف أن ننصب أحد. نحن نريد أن الشخص الذي يحمل هذا المنصب تكون له حاضنة شعبية. لدينا أشخاص شرفاء من المعارضة السورية وهم أقلاء جدا 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 صدقني. بعد تعرفي على الكثير جدا من المعارضين السوريين، أستطيع أن أنتقي منهم من الشرفاء عددا قليلا جدا. أعطيك مثلا أحد الأشخاص الذي أعتبره من أشرف الأشخاص السوريين في المعارضة، محمد عدنان حسين، الذي كان يعمل جاهدا لمصلحة الشعب السوري ولم يأخذ حتى ولو دولار واحد من أي جهة من كان، لا من جهة غربية. لنتكلم عن المشاريع، يعني أولئك المعارضين الذين التقيتم بهم أنتم، ألم تختلف تلك المشاريع واحدا عن الآخر؟ مثلا السيد كمال اللبواني أيضا زار إسرائيل ومن بابها العريض وقال أنا سأذهب إلى إسرائيل وسأفاتح المسؤولين الإسرائيليين بالسلام الدائم والشامل وبجلب الاستقرار إلى المنطقة. يعني إسرائيل ليش يعني متحذرة يعني أو إلى دائما الأخ كمال اللبواني من هذه الناحية. الأخ كمال اللبواني هو صديق عزيز ولدينا الكثير من اللقاءات ولي كثير من التعاون بيننا،
لكن الأخ كمال لبواني زار إسرائيل أكثر من مرة، ونشاطه كان في المستوى الأكاديمي، لم يتطرق إلى المستوى السياسي، لم يلتقي مع الجهات السياسية ولم يلتقي مع أصحاب القرار السياسي. وأيضا عصام زيتون كان يأتي لإسرائيل، يزور إسرائيل لندوات ثقافية، ندوات أكاديمية ولا غير. فنشاطهم عندما زاروا إسرائيل كان محصور في موضوع الأكاديمية في جامعة في هذا الأمر. لم يتطرق إلى البحث السياسي أو البحث عن شريك سياسي، ولم يأتي ويقدم لأصحاب القرار السياسي أي مشروع أو أي خطة. فربما أحيانا تجد المشروع الملائم مع الشخص الغير ملائم، أو الشخص الملائم مع المشروع الغير ملائم. هناك الكثير من الأمور التي واجهناها في هذه الفترة، لكن الأمر الوحيد الذي فشلت به الثورة السورية والتي أفشلت الثورة السورية هي عدم التوحد خلف شخصية قيادية التي يمكنها الانتقال إلى مرحلة جديدة وإلى الديمقراطية التدريجية كما يتوجب في سوريا. يا سيد صفدي، يعني نظام ومن خلال 50 سنة من الدكتاتورية والإرهابية، المعارضة هي دائما وفي لغة العلم يعني هي المرآة العاكسة للحكم. فالنظام الدكتاتوري أنتج هكذا معارضات متخلفة، وأنتجت معارضات إرهابية بشكل عام، وأنتجت معارضات متناقضة فيما بينها. ولذا هذه المعارضات وهذه الجزئيات وهذه الأطياف من المعارضات السورية لا تلتقي على مشروع وطني. نعم، لكن هناك الكثير من المعارضين الذين يعيشون خارج هذا هذه القوقعة الدكتاتورية. عشرات السنين يعيشون في دول ديمقراطية، وعشرات السنين كان لهم الإمكانية من التعرف أو التقدم أو التطور إلى الاتجاه الديمقراطي وإخراج الفكر البعثي والفكر المقيد من رؤوسهم واقتباس أفكار ديمقراطية وتوجهات ديمقراطية التي منحتهم هي الغرب. هناك كان فشل ذريع جدا، ولم يستطيعوا الانتقال. نعم، من كان يعيش سوريا كان مقيد أي كتب يقرأ، وكان مقيد أي صحف يقرأ، وكان مقيد ما يكتب، وكان مقيد بما يقول. لكن الانفتاح إلى العالم هو كان يجب أن يكون بصورة أخرى، وليس بصورة أبو بكر البغدادي والجولاني وزهران علوش وكل هذه الفئات. فهذه الفئات المتطرفة كانت يوميا تزور المواطنين الغربيين في بيوتهم ليلا حين كانوا يشاهدون نشرات الأخبار، فلم يشاهدوا أحدا من المعتدلين ومن الليبراليين. دائما شاهدوا هذه الشخصيات المخيفة التي هددت بالذبح وسفكت الدماء. ولذلك كان تحضر في الغرب من تغيير النظام، وهناك بعض السياسيين في الغرب الذين غيروا دعمهم للمعارضة ودعموا النظام. فالمعارضة السورية لم تنقل الصورة الجيدة والصورة الليبرالية بقصار القول يعني نستطيع أن نقول بأن المعارضات السورية الحالية والسابقة لا تحمل مشروع ديمقراطي تعددي سوري تستطيع من خلال هذه المشاريع جلب السلام وجلب السلام الدائم والاستقرار لسوريا ولجيرانها. لم يجدوا الفرصة والطريقة، لم يجدوا
الطريق الصحيح لإيجاد قيادة محاضنة شعبية سيد تقود هذه يعني شو الثورة. السبب؟ يعني ما هو السبب من عدم استطاعتهم بإيجاد شخصية كاريزمية تستطيع قيادة العمل المعارضي ضد هذا النظام؟ أليس التدخل الإقليمي والدولي كان هو السبب الرئيسي في وقت الثورة السورية؟ يعني مثلا نحن نشاهد إيران بكل قوتها وجبروتها والفصائل العسكرية التابعة لها وزينب وما شابه ذلك من الحشد الشعبي العراقي ومن الأفغان والدول الأخرى وجلبهم إلى سوريا، وأيضا الجانب التركي، يعني الأتراك اللي حولوا الثورة السورية إلى مشرحة بشرية قضت فيها عشرات الآلاف من الناس من السوريين اللي قضوا حياتهم. يعني ألا ترى معي بأن التدخل الإقليمي كان سبب رئيسي في وقت الثورة وفي وقت المشاريع الديمقراطية في سوريا؟ نعم، هناك عدة أسباب، فلنبدأ بأولهم. أذكر ودائما ذكرت هذا الأمر، أذكر مسرحية لدوريد لحام غوار طوشي عندما سأل من يريد أن يكون رئيسا فجميعهم رفعوا الأيدي وقال إذا كلكم بدكم تكونوا رؤساء وين الشعب؟ فنعم، واجهت الكثار من المعارضين الذين كانوا يريدون أن يكونوا رئيس الجمهورية القادم، ودعنا نقول أن ما فوق 85% من الشخصيات التي طرحت نفسها لتكون بديل لبشار الأسد ليس لها الكفاءة لتكون رئيسة لجنة شعبية في قرية. أوكي، هذا أول سبب، يعني الكل بده يكون رئيس وضاع الشعب. السبب الثاني المال السياسي. المال السياسي الذي هدر في هذه الثورة كان يمكنه حل مشكلة جوع بسوريا وبلبنان ل20 سنة. يعني لكان المال السياسي بمثابة مشروع مارشال سوري. نعم. والسبب الثالث هو أصدقاء سوريا برأس تركيا وقطر. هل تذكر الدول التي شكلت كأصدقاء الشعب السوري؟ بلى. وهذه الدول أصدقاء الشعب السوري هي التي نهشت في اللحم السوري للأسف. الدول التي قالت أنها أصدقاء الشعب السوري هي دول المصالح، هي أول من وأدت وساهمت في وأد الثورة السورية. طيب سيد فهذه الدول المتمثلة بتركيا وقطر والكويت وغيرها كانت تستأجر فصائل، تبني فصائل، وكل دولة كانت تبني أكثر من فصيل وتطلب منهم أن يكونوا الأقوى ويحققوا إنجازات وانتصارات مقابل هذا المال الذي سيد صفدي، هذه ما تقول يعني يتماشى على المعارضات العربية في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب وفي الوسط وفي دمشق وضواحيها وعلى الحدود الإسرائيلية. وماذا عن المعارضة الكردية؟ وماذا عن اتصالاتكم؟ هل لكم اتصالات لوجستية أو عن طريق بشكل غير مباشر مع المعارضة الكردية، أم لكم علاقات مع شخصيات كردية مؤثرة على الوضع الكردي السوري بشكل كبير؟ أنت تقصد لأكراد سوريا؟ بالضبط. طبعا أكراد سوريا، خليني أقول لك شغلة واحدة. الشخص اللي له أكبر فضل على دخولي إلى باب القضية الكردية بشكل عام هو الدكتور حسين سعادو، كردي الأصل من سوريا. دكتور فيزيائي بلد. نعم، دكتور فيزيائي ألمانية الجنسية من سكان مدينة بالطبع. صحيح. فهذا الشخص هو من أدخلني إلى القضية الكردية عام 2001-2002.
تعرفت عليه حينها، ويعني 19 سنين قبل بداية الثورة، ومنه تعلمت عن القضية الكردية الشاملة بكل أنحائها وعن الأكراد سوريا. وأيضا لي أصدقاء كثر من المعارضين الأكراد السوريين متواجدين في داخل سوريا، ومتواجدين في تركيا، ومتواجدين في ألمانيا وأمريكا ودول أخرى في أوروبا، وأنا على تواصل دائم معهم ونحن أصدقاء. لكن الأكراد يشكلون أقلية، دعنا نقول غير مرغوبة عربية. كيف تشاهدون الخارطة السياسية المستقبلية ودور الكرد في رسم هذه الخارطة وفي ترتيب الخارطة المستقبلية لسوريا، كون الكرد يشكلون عامل مهم جدا في استقرار سوريا وفي دولة سوريا القادمة، وسيكونون عامل استقرار ليس لسوريا فقط بل لكل دول الجوار من إسرائيل إلى العراق إلى تركيا، سيكونون عامل هدوء واستقرار في سوريا. كيف تقيمون الدور الكردي بشكل عام في المعادلة السورية؟ شوف، الأكراد لهم دور مهم جدا في هذه المعادلة، لكن يؤسفني أن هناك أيضا اشتباكات داخلية بين الأكراد بينهم وبين بعض، وفصائل واحدة مع النظام وواحدة مع تركيا وواحدة مع هون، والكثير لا يعرفون أي جهة هم ينتمون. وهذه مشكلة كبيرة في المنطقة الكردية. ونقول أن أحد الأسباب التي أمكنت لجزيرة عفرين، مجزرة عفرين ومجازر أخرى في كردستان سوريا، كان سببها التقاتل الداخلي بين الأكراد. لو أكراد سوريا توحدوا وأقاموا إقليم كردستان سوريا كما نموذج إقليم كردستان العراق، لكنا لاقينا خطوة أخرى. سيد صفدي، هم لم يقيموا إقليم خاص بهم، والدولة التركية بكل عنجهيتها ووحشيتها هاجمت عفرين واغتصبت عفرين وباقي بعض المدن الكردية الأخرى من سوريا، فما بالك لو شكلوا إقليم على الحدود التركية؟ فالأتراك يعني بمنطقهم العثماني والعنصري تجاه الكرد يقولون لو تشكل إقليم كردي على القمر سنقف ضد هذا الإقليم وسنذهب بكل قوتنا إلى القمر ولنحتل القمر أيضا. تفضل. أخي العزيز، هذا الكلام قالوه العرب أيضا قبل قيام دولة إسرائيل، لكن تيودور هرتزل قال شيئا مهم جدا وعلى نهجه صار الشعب اليهودي: إن أردتم فإنها ليست معجزة، إن أردتم فإنها ليست معجزة. الشعب الإسرائيلي، الشعب اليهودي أراد أن يقيم دولة ولم تكن معجزة لديه، وقام دولة وهي تعتبر اليوم من إحدى الدول الأقوى في العالم. والأكراد نفس الشيء، إن أردتم فإنها ليست معجزة. فأكراد العراق أرادوا وأقاموا إقليم كردستان، والتهديدات التركية كانت قبل إقامة إقليم كردستان، ومع هذا أقاموا إقليم كردستان في العراق. وعندما أقاموا إقليم كردستان وجدوا الدعم المطلوب لمنع تركيا من أي عمل عسكري ضد أكراد كرد. ونفس الشيء إذا أقاموا السوريين إقليم كردستان سوريا، فسنجد
القوى الداعمة التي تمنع من تركيا أن تقوم بأي تحرك ضد هذه المنطقة. إن شاء الله القيادات الكردية التي تتحاور على ترتيب البيت الداخلي بتسمعك هلا، ومن الطرفين الكرديين اللي كانوا عم بتصارعوا في من المجلس الوطني الكردي ومن أنا مستعد أن أكون وسيط بين الأجزاء المتصارعة في الأكراد سوريا. يعني أنا مستعد أن أكون من غدا، مستعد أن آتي إلى أي مكان وأكون وسيط بينهم حتى نصل إلى التعاون وإلى الوحدة بين كلمة جاي. شكرا على الموقف، شكرا على التعاطف مع القضية الكردية. يعني أنت تتكلم من موقع شخصي ومن موقع مركز صفدي للدراسات الدبلوماسية السياسية الدولية، أم تستطيع تأمين الرؤية الشعبية الشاملة الإسرائيلية تجاه دعم القضية الكردية في سوريا؟ أخي العزيز، أنا شخصيا ومركز صفدي يمكنه تجنيد أي دعم لازم لدعم الإخوان الأكراد. مركز صفدي يعمل على تجنين الدعم الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي للقضايا التي يعمل بها. فإذا دخلت على هذا الخط ودخلت لأكون وسيط وباني لهذا المشروع، فأنا بإمكاني أن أقدم أن آتي بالدعم الإسرائيلي وأن أجند الدعم الأمريكي وأجند الدعم الأوروبي لمنع أي تهجم أو أي عدوان خارجي على هذه المنطقة. إن شاء الله خير. صديقي، شاركتم كمركز الصفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث وحقوق الإنسان في إسرائيل بمؤتمر الأقليات بمنظمة الأمم المتحدة بمقرها في جنيف، والذي ناقش قضايا عدة تواجهها الأقليات في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وحملتم الأمم المتحدة مسؤولية ما يحدث للدروز، للأخوة الدروز، وتطرقتم في حديثكم إلى إشكالية المواطنة والجنسية ومنعها بعديد من الدول، دول المنطقة، من سلب للحقوق والحريات والمواطنة والجنسية. وتطرقتم أيضا بشكل خاص إلى وضع الدروز في الشرق الأوسط وفي سوريا بشكل خاص، وأشرتم إلى أن الدروز هم أكثر الأقليات المهددة بالانخراط في المنطقة. فإلى ماذا أردتم أن تصلوا؟ هل هناك مشروع سياسي ما يقف وراء هذا الطرح، أي طرحكم للم شمل الدروز في دولة كونفدرالية سياسية معينة؟ صديقي، أنا أشارك سنويا في هذا المؤتمر في جنيف دفاعا عن الأقليات. طبعا كوني أنتمي إلى الأقلية الدرزية فأنا أدافع أيضا على الأقلية الدرزية. وفي هذا المؤتمر أيضا يشاركون إخوان عدة من الأكراد ومن الأحواز ومن أقليات أخرى. نعم، هناك مشاريع أو هناك شخصيات التي تعمل على إقامة فيدرالية درزية في جنوب سوريا، فيدرالية التي يمكنها أن تحمي أبناء الديانة الدرزية في سوريا، لأن سوريا اليوم تعتبر أكبر عدد من الدروز متواجد في سوريا، ودروز سوريا هم أكثر دروز مهددين بالانقراض أو مهددين من قبل السلطات السورية ومن قبل العدوان الإيراني وآخرين، وأيضا الإرهاب الراديكالي الإسلامي. فإقامة فيدرالية أو إقليم فيدرالي كردي في شمال سوريا سيأتي بعده أيضا فيدرالية درزية، فهذا الأمر مشترك بين الدروز وبين الأكراد. تحقيق الهدف للأكراد وللدروز هو مشترك لإقامة فيدرالية تحميهم من التهديد، من خطر الضياع. نعم. استاذ صفدي، هون في مظاهره، كان في صوره وصلتنا، هي مظاهره للاخوه الدروز قدام الكنيست ولا شو وضع الصوره؟ نعم، طبعا في اسرائيل
هناك مواضيع مادية في المجالس المحلية. أحيانا المجالس المحلية لا تكتفي بالميزانية التي تأخذها، فينظمون مظاهرة للمطالبة لكي يأخذوا إضافة في الميزانية. وقبل أيام كانت مظاهرة، ورئيس الحكومة ووزير المالية دعا المتظاهرين أو رؤساء الوفد المتظاهر إلى مكتبه، وأعطاهم 2.6 مليار شيكل، التي تقريبا ما يزيد عن نصف مليار يورو. طيب، بحسب ما تفضلت به يعني من السعي نحو إقامة فيدرالية درزية في الجنوب السوري، والعمل على توسيع هذه الفيدراليات على الجغرافيا السورية حتى تحافظ سوريا على استقرارها الجغرافي على أقل تقدير، يعني وفيدرالية كردية في الشمال ولربما فيدرالية علوية في الغرب. يعني هل تدعم دولة إسرائيل هذا التوجه، وأنتم في هذا المركز هل تستطيعون أن تلعبون دورا مهما في تقارب وجهات النظر بين اللاعبين المختلفين؟ طبعا هاي المشروع بالنسبة لدروز سوريا مشروع الذي طرح، ونحن نقوم ببحث حول حسناته وسيئاته على الدروز ومدى تأثيره على الدروز، خاصة في مناطق وجودهم، وعلى سوريا عامة، وعلى مستقبل سوريا عامة. هناك شخصيات أمريكية وأوروبية التي تقول أنه لا يمكن إعادة النسيج السوري لما كان عليه سابقا، ولا يمكن إعادة سوريا لما كانت عليه سابقا، ويجب علينا أن نجهز إلى تقسيم سوريا إلى فيدراليات أو كنتونات التي تحتوي كل منها على واحدة للطائفة الدرزية، وواحدة للأكراد، وواحدة للسنة، وواحدة للعلويين، وأخرى. هذا الأمر ما زال تحت الدراسة، ولم نصل حتى الآن إلى مستوى كامل أو اتفاق كامل حتى بين الدروز في سوريا. لا يوجد إلمام على هذا المشروع، وأيضا الأكراد في سوريا لا يوجد إلمام على مشروع إقامة الفيدرالية الكردية. فهذا المشروع تحت الدراسة ما زال، ونتأمل أن نجد حل لما يحدث بسوريا أو تقاطعات بين هذه المشاريع المختلفة. نعم. طبعا أعزائي المشاهدين، فالعلاقات الكردية اليهودية تعود بجذورها إلى عمق التاريخ منذ أيام سبي البابلي وإنهيار الممالك اليهودية وتهجيرهم على أيدي الأشوريين، وقيام نبوخذ نصر بغزو الأورشليم وحرقها وتدمير معبد سليمان وترحيل بنو إسرائيل إلى جبال كردستان وحماية الكرد لليهود هناك. وهناك من المؤرخين من يقول بأن الكرد هم أول من أنقذوا اليهود من الهولوكوستات التاريخية القديمة. يعتبر مندي الصفدي المستشار السابق برئيس مكتب وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الشخصيات الإسرائيلية المساندة والداعمة لتطلعات الشعب الكردي الاستقلالية. إضافة إلى ذلك هو شخصية سياسية ودبلوماسية فاعلة إقليميا ودوليا، قريب من مركز القرار داخل إسرائيل وخارجها، ويرأس حاليا هذه المنظمة أو هذا المركز، مركز الصفدي الدولي المهتم بالعمل الدبلوماسي وأبحاث حقوق الإنسان. أستاذ صفدي، كونكم رئيس مركز يقدم الدراسات الدبلوماسية والسياسية والعلاقات وتساهمون في بناء العلاقات بين إسرائيل والمجتمعات الأخرى، كيف في ظل هذا التقييم في العلاقة بين الإسرائيليين أو بين دولة إسرائيل والأكراد، كيف ترون التوحش التركي الذي يقف على الباب؟ مثل ما شاهدنا أثناء الاستفتاء في جنوب كردستان، فتركيا كانت الدولة الأكثر توحشا، يعني إلى جانب إيران طبعا،
ساهمت وسارعت إلى إغلاق كافة المنافذ والضغط على الكرد ولعب دورها الإقليمي والعسكري وبعث الإرهابيين إلى كردستان وما شابه ذلك. هل إذا طالبوا الأكراد بنوع من الحماية وبنوع من يعني الآن أنت تطرح جملة من المعضلات، منها الصداقة ومنها العلاقة ومنها ما يدخل في باب التكتيك ومنها ما يدخل في باب الاستراتيجية، هل إذا طالب الكرد بحماية لهم من أجل أن يحموا أنفسهم من هذا الضياع وهذا الهلاك مثل ما الأكراد حافظوا على الوجود اليهودي عبر التاريخ وصراعهم مع الهولوكوستات التاريخية، هل إسرائيل تستطيع أو بالأحرى تريد أو تريد أن تعلن عن هذه الصداقة وأنتم عبر هذا المركز، هل تستطيعون أن تقدموا مشاريع مشتركة بين الشعب الكردي والشعب اليهودي؟ طبعا تركيا معروفة يعني مش جديدة على حدا إن ترفض المشروع الكردي بتاتا وتسعى إلى تطهير عرقي كردي بكل المناطق اللي متواجدين فيها حتى يلاحقونهم إلى أوروبا وإلى أمريكا. ربما أمر لا تعرفوه أن تركيا حركت قواتها بعد الاستفتاء والدولة التي وقفت هذا التحرك هي إسرائيل. فقد قام رئيس الحكومة بتجنيد جميع الأصدقاء في العالم لردع تركيا ومنعها من الهجوم الذي كان مخطط له ضد كردستان العراق. وأيضا نحن نعمل على منع اختراقات التركية في سوريا، ونقوم بلقاءات مكثفة مع روسيا، مع الولايات المتحدة ومع دول أخرى. لكن أنا أقول أن أحيانا المشكلة تأتي من البيت. المعركة التي كانت في إقليم كردستان في كركوك بدأها أشخاص طلباني، وهم من قاموا بهذه الخيانة ضد إقليم كردستان وأوقفوا استمرارية هذا المشروع لإعلان الاستقلال، في حين استعانوا بالحشد الشعبي وبحزب الله العراقي وبالعملاء الإيرانيين. في هذه الحالة عندما يكون الصراع ظاهر علنا كصراع داخلي بين الأطراف، لا يمكن لدولة أخرى أن تتدخل. لكن عندما يكون الصراع أو عدوان خارجي من دولة خارجية بشكل واضح، فعندها يمكننا التدخل ومنع هذا العدوان ومساندة إخواننا الأكراد لمنع أو لتصدي هذا العدوان. بلى تقول بأن إسرائيل قامت واستخدمت كل وسائل الضغط والعلاقات في العالم من أجل الضغط على تركيا وعلى بعض اللاعبين الآخرين. هل لكم علم بما خطط لكردستان قبل الحرب وقبل هجوم الحشد الشعبي على كركوك وعلى كردستان؟ هل كان لإسرائيل علم بهذا المخطط؟ طبعا أنت تقصد مشروع الاستفتاء. بلى. أنا كنت شريك بكل النشاطات التي أيدت الاستفتاء في أوروبا، وشاركت على منصات كثيرة في ألمانيا وفي هولندا وفي دول أخرى. قدمت خطابا داعما من الشعب الإسرائيلي، وكنا مساندين لموضوع الاستفتاء، وأنا شخصيا
أعتقد أن هذا المشروع لم ينتهي، لأن أول خطوة منه قاموا بها وهو الاستفتاء، وهناك خطوات أخرى التي يجب أن تستمر كي نكمل المشروع الذي يصبو إلى استقلال كردستان على 4 أجزائها التاريخية. فالأستاذ صفدي، يعني أنت تدعو، أنت من المهتمين وأنت تدعو إلى إقامة أجمل وأحسن وأفضل العلاقات بين الشعبين الكردي واليهودي. يعني ما هي ضرورات وأهمية تلك العلاقات بين الكرد وإسرائيل، وما هي مخاطر تلك العلاقات، وخاصة الأكثرية العربية من الليبراليين واليساريين والقوميين والإسلاميين والعشائريين من العرب، الكل يتهم الكرد بالخيانات والتبعية والعمالة. فبمجرد طرح العلاقات بين الشعب الكردي واليهودي أو الشعب الإسرائيلي، وإن كانت في حدودها الثقافية والفنية والشعبية والرياضية الدنيا، فالعرب ينعتون الكرد بالخيانة وينظرون إلى الكرد على أنهم إسرائيل ثانية، في وقت نرى أن علم إسرائيل يرفرف فوق رؤوس أكثر من 3/4 العرب أنفسهم. أنتم فإسرائيل كيف تنظرون إلى هذه العلاقة، وكيف نستطيع سويا تجاوز هذه العقلية؟ أخي، العالم العربي مشهور بالتخوين. فأنت تعرف إذا كنت تجلس في مطعم وتختلف مع زميلك العربي بنوع الطعام الذي تتناوله، فمباشرة يقول أنت خائن. هذا أمر دارج عند العرب، ونحن لا نأخذه بعين الاهتمام. العرب لم يحبوا الأتراك يوما، يعني هذا شيء معروف أنهم لا يحبون الأكراد، ومعروف أنهم لم يحبوا اليهود. ومع هذا ونحن كنا على علم أنه عند الإعلان على قيام دولة إسرائيلية سيقوم ضدنا العرب ويحاربونا. أخذنا هذا الأمر بالحسبان، وأنا قلتها على كل منصة أثناء الاستفتاء. إذا أقمنا دولة كردية فيجب أن نأخذ في الحسبان أن هناك عدوان عربي سيقوم ضد هذه الدولة، ولكن يجب أن نصمد ونحارب لأننا صادقون والحق بجانبنا. لذلك علينا ألا نخاف من هذه التهديدات. سألوني إذا قامت دولة كردية، يدعون إيران وغيرها يدعون أنها ستكون إسرائيل الثانية في الشرق الأوسط. بلى. فما العيب بذلك؟ إسرائيل الأولى هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. إسرائيل الأولى هي أقوى دولة تكنولوجيا في العالم، وأقوى دولة في الأبحاث، وأكبر نسبة جوائز نوبل أخذتها إسرائيل. فما بالك لو كانوا اثنتان؟ هناك دولتان ديمقراطيتان ودولتان رواد في التكنولوجيا وفي الأبحاث وفي العلم. بلى. فهذا الأمر سيكون. لنرجع إلى هذه المواضيع والعلاقات الحساسة بين الشعبين. للكرد تجارب مريرة مع من يدعون بأنهم أصدقاء للكرد. للكرد تجارب عديدة، يعني فمثلا الثورة الكردية ومهندس انهيار هذه الثورة الكردية هنري كيسنجر، ودور إسرائيل في تلك الثورة. فعندما نعود إلى قروي كردي مثلا، أتي هنا بمثال لك، يعني لنعود إلى قروي كردي ونقول له علينا أن نتقبل بعضنا بعضا وأن نقيم العلاقات المجتمعية بين شعوبنا كافة في منطقة الشرق الأوسط، فسيقول ذاك الكردي القروي أنسيتم خياناتهم للثورات الكردية ولشهداء الكرد ولقادة الكرد، خياناتهم للدم الكرد، وفي كل مرة يخسر الكردي ويخرج من المعادلة خاوي اليدين، مثل ما قاله محمود درويش: ليس للكردي إلا الريح. كيف تعلقون على هذه العلاقة وعلى غياب الأصدقاء في المفاصل التاريخية من الثورات الكردية؟ تفضل.
خلينا نقول هيك، الأتراك لم يكونوا أصدقاء للأكراد. كل الأصدقاء للأكراد من عرب وأتراك هم أصدقاء مصالح، وأثبتوا ذلك أنهم أصدقاء مصالح. ودائما وقت الحاجة الأكراد وجدوا أنفسهم هما والصخرة على الجبل. الصديقة الوحيدة التي كانت للأكراد هي الصخرة في الجبل، هن الجبال. بلى. أوكي. لكن إسرائيل أثبتت صداقتها للأكراد في محافل كثيرة وفي تجارب كثيرة. الشعب الإسرائيلي والشعب اليهودي هم الوحيدين الذين أثبتوا أنهم أصدقاء للأكراد، إذا كان ذلك عند إقامة إقليم كردستان وقبل إقامة إقليم كردستان. من أمور التي حتى الآن لا يمكننا الحديث عنها مساعدات وتعاون بين الجانبين. فالشعب اليهودي إذا كنت صديقه فهو صديق مخلص. بلى. طيب أستاذ مندي صفدي، هناك يعني سؤال يحير الشارع الكردي، وتقريبا بات سؤالا شعبويا وسياسيا وفكريا، واصبح سؤالا ثقافيا. يعني يقولون هناك من يرجع بهذه العلاقه، بعلاقه الكرد باليهود في العالم اجمع وفي مع دوله اسرائيل بشكل عام، هناك من يرجع بهذه العلاقه الى تلك الصوره النمطيه التي رسمها لنا التاريخ، وقولهم بان صلاح الدين الايوبي الكردي هو سبب كل البلاء وسبب كل تلك الآلام التي نشاهدها عبر التاريخ نحن الكرد في عالمنا المعاصر. هل لكم في إسرائيل، هل لك أن تشرح لنا هل هو صحيح ما يقال أو ما يشاع حول هذه القراءة بحسب قراءاتكم في الذهنية الشعبية الإسرائيلية حول الكرد؟ هل فعلا أنه ما قام به صلاح الدين الأيوبي في التاريخ ما نحصده اليوم من سياسات ومن إنكار ومن يعني سياسات إقصائية وديموغرافية وقتل الكرد ومحوهم من صفحات التاريخ؟ تفضل. لا يوجد ولا أي تذكير لهذا الأمر في الساحة الإسرائيلية. فصلاح الدين لم يحارب يومها كقائد كردي، بل حارب كقائد إسلامي، وأجبره الإسلام أو انضمامه للإسلام أجبره أن يحارب كإسلامي وليس ككردي. ويمكننا أن نقول ربما انخراط الأكراد في الإسلام أضاع لهم قضيتهم كدولة كردية. فحين دخول الخلافة العثمانية انتهت الدولة الكردية وتقسمت وانمحت كدولة مستقلة. لا يوجد أي ترسبات قديمة من هذا الأمر. صلاح الدين لم يحارب اليهود ككردي، بل حاربهم كمسلم، وفرض عليه أن يحاربهم كمسلم. فلا أعتقد أن لهذا الأمر أي علاقة بنظرة إسرائيل بالحقيقة وبالواقع. طب صديقي شكرا. بحسب بعض الدراسات تقول بأن اليهود الكرد في إسرائيل هم أكثر الجاليات حافظوا على عراقتهم وأصالتهم التاريخية. وبحسب قراءتكم ما هو دور اليهود الكرد كما قلنا في السابق، يعني وخاصة الجيل الشاب، يعني أنت تعتبر أيضا من السياسيين الإسرائيليين من الجيل الشاب، قيامهم في المؤسسات الحكومية والرسمية وترجمة معاناة الشعب الكردي، يعني قيام هذا الجيل الشاب اليهودي الكردي في إسرائيل بترجمة آلام أخوتهم في الأطراف وفي الأجزاء الكردستانية الأخرى، وإيصال هذا الصوت إلى المحافل الدولية وإلى القرار السياسي الإسرائيلي. هل هناك محاولات من هذا النوع؟ وهل هناك تعاون بينكم كمركز وكجاليات مختلفة مع الأكراد في علاقاتكم هذه؟ طبعا
أكراد يهود الأكراد في إسرائيل دائما يحافظون على انتمائهم الكردي، ومنصبهم لا يمحي هويتهم الكردية، بل يستغلون منصبهم كي يخدموا المصلحة الكردية أو المصالح الكردية. الأكراد صحيح أنهم أكثر جالية ما زالت بانتمائها إلى الشعب الرئيسي، ما زالوا يدافعون أو انتمائهم لكردية لكردستان، يعني محافظين على عراقتهم التاريخية. نعم، يحافظون على انتمائهم التاريخي ويخدمون انتمائهم التاريخي بدون شك. طيب سيد صفدي، لتركيا علاقات وصداقات حميمية مع إسرائيل، لتركيا علاقات قوية مع إسرائيل، وتركيا اليوم تقوم بمجازر رهيبة بحق الكرد في عفرين وسريكانية وبعض المدن الأخرى، وتدعم تركيا داعش علانية بالتحقيقات الحقوقية والإنسانية التي خرجت من منظمات حقوق الإنسان، كلها تقول وتؤكد بالوثائق بأن تركيا تدعم داعش وقامت بدعم داعش وتسليحها وبالمال والسلاح، ولإسرائيل علاقات قوية مع تركيا. ألا تستطيع إسرائيل وبحكم هذه العلاقات الجيدة مع تركيا أن تطلب بأن تكف عن سياسات محو الكرد من الوجود وتغيير ديموغرافيتهم وتاريخهم؟ ألا تعرف إسرائيل بأن وجود الكرد في المنطقة هو جزء من وجودها على الأرض وسد منيع أمام شراسات داعش وغيرها؟ العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا لها أكثر من ليفل، من مستوى. أهم العلاقات هي العلاقات الاقتصادية، وهذه العلاقات ليس من مصلحة أحد من الجانبين أن يمحيها، لكن العلاقات الدبلوماسية ربما رأيت إعادة السفير من أنقرة أو إعادة السفير التركي من إسرائيل إلى أنقرة حدثت أكثر من مرة. انتقاد نتنياهو لأردوغان كديكتاتور أو كجزار يقتل أكراد سوريا، هذه الأمور كانت على العلن، نتنياهو حكى على العلن في الإعلام، وإسرائيل تقف بجميع المحاور الدولية لتجنيد دعم ضد الاختراقات التركية في سوريا وفي كردستان. على ما أعتقد قبل أيام عديدة كانت حادثة في دهوك في شمال كردستان العراق. فإسرائيل تقوم بواجبها، وربما العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية التركية تعطي الحق لإسرائيل أن تقوم بهذا النشاط ضد الاختراقات التركية في سوريا وفي العراق. سيد مندي، كونك خبير بالدبلوماسية الدولية، ما هو النهج الدبلوماسي؟ يعني سؤال مغاير هذه المرة، سؤال يطرح من الطرف الكردي، يعني ما هو النهج الدبلوماسي والسياسي الذي يجب أن ينتهجه الكرد بشكل عام ليصبحوا فاعلا سياسيا مؤثرا على الساحة الإقليمية والدولية؟ تعلم، أثناء زيارتي لأربيل جلست مع شخصيات كردية، وبعضهم سأل ما هو سر القوة اليهودية في العالم. فقلت لهم
أن تسيطر على مطاعم الدولة، أن تكون يعني صاحب أكثر مطاعم بدولة معينة لن يعطيك القوة. فنحن نرى الآن في فترة الكورونا أغلب المطاعم سكرت في العالم ولم يبقى أحد جائع، كل الناس صارت تطبخ بالبيت ولم تنهار دول. بالضبط. نعم، ولم تنهار دول. لكن عندما تسيطر على البنوك في العالم، تبني بنوك أو تكون في مركز قوة في البنوك، فإذا انهار البنك هذا يؤثر على الدولة، وإذا انهارت البنوك تنهار العالم، وإذا انهارت البورصة تنهار العالم. اختار أن تدفع أبنائك إلى الثقافة وإلى العلم، والعلم الذي يأتي بك إلى الأماكن التي تمثل الأسس للدول في العالم. إلى جانب إيجاد القوى المحركة لهذه البنوك. نعم نعم. وإذا كان بإمكانك أن تدخل وأن تخترق هذه المناصب التي تشكل أسس في دول، فحينها يمكنك أن تسيطر على القرار في العالم، وحتى لو كنت أقلية. بلى. سيد صفدي، ليس تعدادية الأشخاص هي القوة في السيطرة، بل نوعية الأشخاص. يعني أنت تأتي بمثال إسرائيل يعني والعقل الإسرائيلي واليهودي. سيد صفدي، اليوم إسرائيل يعني تسيطر على الجو بالكامل في سوريا كلاعب أساسي. اليوم إسرائيل تقصف أي مكان يتحرك فيه الإيراني، وتتحرك فيها المناطق الميليشيات الإيرانية، سواء في الشمال أو في الشرق أو في الجنوب أو في الوسط أو في النيرب بحلب أو في دمشق أو في مطار غزة أو في دير الزور، في كل الأماكن السورية. فالخارطة السورية واضحة أمام الطيار الإسرائيلي، فإسرائيل تقصف بكل التقنيات الحديثة والتopografيات الموجودة بين إيديها. معناتها إسرائيل مسيطرة على الوضع الجوي. طيب في المستقبل السوري القادم، إذا كانت إسرائيل هي مسيطرة أو هي لاعب كبير وأساسي في الجو السوري، معنى ذلك أن لإسرائيل دور كبير في إيجاد مخرج للأزمة السورية وفي إيجاد حل لهذه المعضلة السورية. كيف ترى إسرائيل نفسها برسم خارطة مستقبلية للشعوب السورية وللدولة السورية وللخروج من هذه النار وهذه الحرب التي قتلت من السوريين يعني ما يقارن بالحرب العالمية الثانية وضحاياها؟ تفضل. إسرائيل دخلت للثورة السورية من الأشهر الأولى كداعم للشعب السوري من الناحية الإنسانية والطبية. كنا نرسل المؤن والمساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية، حيث كانت أنت تعرف بأول الثورة كان تخوف من التعامل مع الإسرائيليين، فتعاملنا مع منظمات غربية التي كانت يمكنها الدخول إلى المخيمات السورية وإدخال الطعام والشراب والمحتاجات اليومية، وأدخلنا أطباء أيضا إسرائيليين لكن يحملون جنسيات أوروبية، ودخلوا إلى الأماكن المطلوبة لتقديم الدعم الطبي. وفي مرحلة متأخرة استطعنا فتح الحدود لاستقبال الجرحى السوريين إلى إسرائيل. أما بالنسبة للقصف الإسرائيلي أو التعامل العسكري الإسرائيلي، إسرائيل لم تدخل جندي واحد إلى سوريا، لم تتدخل بالحرب القائمة في سوريا، لم تتدخل حتى في شبر واحد في داخل سوريا.
لكن إسرائيل لا يمكنها أن ترى التهديد على الشعب الإسرائيلي، والذي هو أيضا يشكل تهديد على الشعب السوري. لا يمكن أن ترى هذا التهديد يبنى في سوريا وتجلس مكتوفة الأيدي، فكانت مضطرة أن تواجه هذا التهديد وقصفه. وإذا لاحظت من خلال أكثر من 1000 قصف إسرائيلي كان على أهداف سوريا، لم يقتل أو لم يجرح مدني واحد في هذه القصف الإسرائيلي. الضربات الإسرائيلية، كل الضربات الإسرائيلية استهدفت مخازن إيرانية أو مفاعل لتصنيع الصواريخ والأسلحة التي أرادت أن إلى جانب هذا المنظور العسكري، المشروع السياسي القادم لسوريا، معنى ذلك أن إسرائيل لها دور فاعل في رسم مستقبل طبعاً سوريا. ولن تسمح لأي جهة التي تشكل خطر على إسرائيل أو على استقرار الشرق الأوسط أن تكون لها دور في المستقبل في سوريا. نعني أنه لا يمكن أن نسمح لتوجهات زي مثل أحرار الشام، جبهة النصرة، داعش أن تسيطر على الساحة السورية. هذا الأمر لا غير وارد في يعني هل نستطيع أن نقول بأن إسرائيل لا تسمح بإقامة دولة إسلامية في دمشق؟ غير ممكن هذا الأمر، لن نسمح به أبدا. وما شكل هذه الدولة التي تريده إسرائيل في دمشق؟ شكل الدولة؟ نحن نريد دولة تعددية، دولة التي تحترم كل الأقليات وكل أطياف المجتمع السوري، دولة التي تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة، دولة التي تبدأ في خطوات لإقامة ديمقراطية تدريجية في سوريا. ولا يمكن أن نسمح لقيادة مضطهدة لشعوبها مثل الإخوان المسلمين أو الجهات الإسلامية أن تسيطر في سوريا. ماذا تقصد أستاذ صفدي بالتدريجية؟ نحن نسمع هناك يعني نوع من يعني التداخل بين كلامك وكلام والموقف الأمريكي الذي يقول بأننا لسنا مع طرح سياسة إقالة بشار الأسد أو انقلاب عليه، ونحن لسنا بصدد تغيير النظام السوري، وأنت الآن تقول بأننا أو نحن نريد بأن يكون هناك تدرج في هل يعقل أن نتعامل مع ديكتاتورية همجية بهذا الشكل التدرجي؟ تفضل. لا طبعا، أنا من خلال حوارات التي أقمتها مع الجهات الأمريكية على مدى 10 سنوات لم أسمع منهم أبدا أنهم يرفضون الانقلاب على بشار الأسد أو على النظام السوري، بل يدعمون الانقلاب على نظام الأسد. وقانون قيصر أيضا يريد أن يقيم الانقلاب على النظام السوري، لكن بوجود بديل ليبرالي، بديل الذي كما قلت سابقا يحترم الأقليات ويحترم التعددية في سوريا والديمقراطية. أما بالنسبة لكلمتي عن الديمقراطية التدريجية، فقد أحد الأبحاث التي قمنا بها هو دراسة حول الديمقراطية في روسيا وحول الانتقال من الشيوعية إلى الديمقراطية. ونحن نرى أن الديمقراطية في روسيا فشلت. لماذا؟ لأن لا يمكنك أن تأتي بين يوم وآخر وتنقلب من ديكتاتورية أو من شيوعية إلى ديمقراطية بيوم واحد. فالديمقراطية كالطفل الرضيع،
لا يمكنه أن يتسارع للركض من أول يوم يولد، فهو يريد مراحل تدريجية حتى يصل إلى المستوى الذي يمكنه أن يقوم ويمشي ويركض بعدها ويتسارع. فالديمقراطية الصحيحة والديمقراطية التي يمكنها أن تعيش إلى مدى بعيد أو تتمكن من البقاء إلى المدى البعيد هي ديمقراطية تدريجية التي تلقن إلى الشعب رويدا رويدا. هناك الشعب العربي اليوم غير قابل لاستيعاب الديمقراطية بشكل كامل، وأنت ترى في أوروبا كيف الانصدام العربي من الديمقراطية الغربية. فالتأقلم الشباب العربي مع الديمقراطية في أوروبا أحيانا يأتي إلى الجانب السلبي، وأحيانا يجد الارتباك عند العربي في دولة ديمقراطية. لنأتي بسؤال من زاوية أخرى، كيف تفسر لنا العلاقة الجيوسياسية أو العلاقة العسكرية في الفضاء وفي السماء السوري بين الطائرات الإسرائيلية والطائرات الروسية؟ حين تقصف إسرائيل منطقة ما نرى بأن الإحداثيات قد اكتملت وبقي اللاعب الروسي متفرجا وممتنا في بعض الأحايين. يعني لماذا لا يتصرف اللاعب السوري اللاعب الروسي وباعتباره لاعب شرس في الدفاع عن النظام السوري؟ كيف بتفسر هذا التناغم بين الروس وبين الإسرائيليين في السماء السورية؟ طبعا روسيا تحارب بشكل شرس، ليس للحفاظ على نظام بشار الأسد إلا للحفاظ على مصالحها الكثيرة في سوريا. وروسيا تعرف أن حق إسرائيل أو تعترف بحق إسرائيل لحماية شعبها وحدودها وأمنها. وكثير من اللقاءات التي كانت بين الرئيس الروسي بوتين وبين رئيس الحكومة الإسرائيلي السيد نتنياهو أوضح بها نتنياهو على خطوط الحمر، وقال عندما يقترب تهديد على شعب إسرائيل لا يهمني من يقف وراء هذا التهديد، فأنا أمنعه بشكل مباشر. وروسيا في بداية الأمر حاولت أن تمنع من إسرائيل بصورة تهديدات معينة، لكن وجدت أن إسرائيل تقف وراء كلمتها وتقف لحماية الخط الأحمر الذي نصبته لحماية حدودها وحماية شعبها. ولذلك الروسي وجد أنه من المفضل أن يبقى جانبا ولا يتدخل بين إسرائيل وأعدائها الإيرانيين وحزب الله، ويعطيها الحق بحماية أمنها وحماية شعبها. الجانب الروسي يقف كجانب حيادي في هذا الأمر، لا يمنع إسرائيل من حماية أمنها. يعني إلى أي حد يمكن أن يقف الجانب الروسي على الحياد؟ هل إذا قامت إسرائيل بضرب القصر الجمهوري أو بضرب دمشق أيضا سيقف اللاعب الروسي على الحياد؟ هل سيقف هذا اللاعب إلى هذا الحد من الحياد؟ عندما تقول القصر الجمهوري أو قصف القصر الجمهوري يجب أن نعرف ما يوجد في القصر الجمهوري. فمثلا إذا إيران لم تجد أماكن أخرى أو مستودعات أخرى لتخبئ صواريخها وتأتي بها إلى القصر الجمهوري، فهذا الأمر لن يمنعنا من قصف القصر الجمهوري. لكن إذا ما زال في القصر الجمهوري مدنيين
غير مشاركين فعليا في الحرب ولا يشكلون تهديد على إسرائيل، فهذا الأمر غير متداول أن نقصف القصر الجمهوري. القصر الجمهوري يمكن قصفه في حال أصبح مستودعا للصواريخ الإيرانية ولوسائل التهديد الإيرانية. طب صديقي، هناك من يقول من الكرد ويكتب لنا بأن الكرد متخوفون جدا من كل اللاعبين وبالأخص من تركيا، ويقولون بأن سياسات ترامب المتماهية مع أردوغان هي التي جلبت لنا الويلات في عفرين وغيرها من المناطق الكردية في سوريا وفي العراق أيضا. وهناك من يسأل ويقول كسؤال افتراضي، طبعا السؤال من عنده أستاذ صفدي، يقول: كونك مستشار سابق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لو طالب، هذا سؤال افتراضي، لو طالب الشعب الكردي في سوريا اليوم الحماية من دولة إسرائيل نتيجة ما يتعرض لها من سياسات تهجير ومحو من التاريخ على أيدي المعارضات السورية وعلى أيدي الجيش الحر وعلى أيدي العصابات الإرهابية وعلى أيدي المخابرات والدولة التركية والجيش التركي في المناطق المحتلة من سوريا، هل ستصغى الحكومة في إسرائيل، هل ستصغى حكومة تل أبيب لهكذا طلب؟ طبعا سؤال افتراضي خارج التحليل السياسي. يقول ونريد الرد من السيد صفدي. تفضل. نعم، ربما الذاكرة قصيرة، فمن أعطى أردوغان القوة أو النفوذ الزائد في القضية السورية ليس ترامب، بل أوباما وصديقته هيلاري كلينتون. هم أعطوا أردوغان القوة والنفوذ بكل ما يتعلق بسوريا. فنقول يعني لكي نكون صادقين في حديثنا، والحق على الحزب الديمقراطي في هذا الأمر وليس على ترامب. تذكر عندما قال ترامب أنه يريد إبعاد أو إخراج الجنود الأمريكان من سوريا، بعد هذا التصريح بدقائق وصله مهاتفة بالتلفون من رئيس الحكومة الإسرائيلي، وقال له: هذا أكبر جريمة بحق الأكراد إذا أخرجت الجنود الأمريكان. ولذلك غير هيكلية تواجد الجنود الأمريكان ولم يخرج القوى الأمريكية من سوريا وما زالت موجودة في سوريا. بلى. أما بالنسبة للمعارك التي تحدث بين الأكراد وبين جهات أو جماعات أخرى مثل أحرار الشام وجيش الحر وجيش تحديدا ما يحدث في عفرين. أنا جاوبت على هذا السؤال مسبقا بموضوع كردستان العراق. حسب القوانين الدولية لا يمكننا أن نتدخل في أي صراع داخلي بين أطراف داخلية بأي دولة كانت. لا يمكننا التدخل بنزاع بين الدروز والمسيحيين في سوريا أو بين الأكراد والسنة أو العلويين في سوريا. طيب أنتم في هذا الصدد القانون الدولي لا يمكنني. أنتم كمنظمة الصفدي كمنظمة مدنية سياسية، شو فيكم تقدموا من مساعدات ومن إرشادات للخروج من هذه المعضلة، وخاصة يعني بات الوجود الكردي في منطقة عفرين بات مقلقا، يعني المهجرين. أنا حاولت أن أجلس مع الإخوة في القيادات الكردية من سوريا، لكن ما زال التخوف عندهم موجود، ولم أستطيع أن أجلس مع القيادات أو
ما يعتبرون المسؤولين في أوروبا عن الأحزاب الكردية في سوريا. طيب سؤال آخر سيد صفدي، كون إسرائيل تحتل مكانة مرموقة ومكانة متقدمة في رسم مستقبل سوريا القادم، هل لإسرائيل دور مباشر أو غير مباشر في ترتيب البيت الكردي الحالي بين الطرفين الكرديين في سوريا؟ كما قلت أنا مستعد أن أكون وسيط لوحدة الصف الكردي في سوريا. أنا مستعد أن أقدم كل إمكانياتي وخبراتي وعلاقاتي كي أساعد وأنظم البيت الكردي في سوريا وفي العراق وفي كل مكان. شكرا. الهدف الوحيد الذي يجب أن يكون نصب أعينكم هو ليس العشيرة أو العائلة، بل الأم الكرد، الشعب الكردي كامل. يجب أن تعملوا على توحيد الصف الكردي وتوحيد القوى الكردية، فإذا توحدتم فلا توجد في العالم قوة يمكنها أن تتغلب عليكم. طيب. الوحدة هي أهم أمر. شكرا أستاذ صفدي. كلمتك الأخيرة للكرد بشكل عام وللكرد في داخل إسرائيل وكيفية إقامة علاقات بين الجالية الكردية من الناحية الثقافية والمعرفية، وإقامة مهرجانات بين الكرد في الخارج والجاليات الكردية في أوروبا وفي داخل إسرائيل وكردستان، وإقامة حلقات بحث من هذه الناحية. ما دور مركزكم في إقامة هذه النشاطات والوقوف على المفاصل وإقامة النشاطات المشتركة بين هذه الجاليات؟ نعم، أنا أصدقائي الأكراد يعرفون ذلك. كان لي اجتماعات عدة مع الإخوان، لكن بالفترة الأخيرة قبل حدوث الكورونا كان حوار مع فرع كردستان في وزارة الخارجية، وبحثنا موضوع التعاون بين جهات إسرائيلية وجهات كردية على المستوى الإنساني والطبي والثقافي وغيره. وبدأنا بالبحث حول هيكلية إقامة هذا التعاون، وتواصلت مع جهات كردية في الإقليم وفي سوريا لإيجاد مجموعة أو وفد من الأطباء الذين يمكن إقدامهم إلى إسرائيل لزيارة مشافي إسرائيلية والتعرف وإقامة ندوات طبية لهذه الأطباء وتقوية من ناحية طبية، وإيجاد ما هي الحاجيات التي تنقصكم في كردستان العراق وكردستان سوريا، ويمكننا أن نمدها لكم ويمكننا أن نساعدكم بها، أو معلومات أو خبرات أو تكنولوجيات التي يمكننا أن نقوم بها. وقبل أسبوع كان لي لقاء مع فرع كردستان، وقررنا أن نقوم بمؤتمر بعد انتهاء الكورونا. قررنا أن نقوم بمؤتمر في أوروبا ندعي إليه شخصيات سياسية وشخصيات ثقافية وأكاديمية من أكراد الذين يعيشون في أوروبا وفي الإقليم وفي سوريا، للمشاركة في مؤتمر واسع سنقوم به، له حلقات متعددة منها السياسية ومنها الثقافية. مندي الصفدي، رئيس مركز الصفدي للدبلوماسية الدولية والبحوث بحقوق الإنسان والعلاقات العامة من تل أبيب بإسرائيل، شكرا لك. وفي الأخير نشكر فريق العمل الذي رافقنا طيلة هذا الوقت، وكل التحيات والسلامات من استديو روشن تي في إلى الخيرين والطيبين في إسرائيل وكردستان وسوريا وعموم منطقتنا. معكم وبكم نرتقي. روشن تي في تودعكم
مع أجمل ضيف، وشكرا لهذا الضيف الجميل من إسرائيل. شكرا لك أستاذ مامر. لكم وتحياتي لكل أكراد العالم، لكل كردي في كل أنحاء العالم، وأتمنى لكم قريبا الاستقلال على كل 4 أجزاء كردستان التاريخية، وأن تكونوا لنا أخوة وسندا، ونحن لكم أخوة وسندا إلى الأبد. شكرا لكم. استاذ جبو ماندي سفدي هروهاج دولة إسرائيل أم سباسياوي دكن هروهاج ساعتك وهناك ما دامك جلك جوي جرانجي بر أم سباسياوي دكن جلك كومنتر جهاتن من قريبو أم وانجي بني لسينن وجوار بدن دار جبركو هوالي مي الريجي تكنيكا مجد ورا حيابد دبري آلي كاريا مادك سباس جبو ماندي سفدي جي تل أبيب جي إسرائيل جلك سباس جبوي هروها أم روشن تي في جي أم جارك دن ام خير وخوشش برضو خازن يبارا وبمين خوش بمين دنا بخير وخوشيه ده حرتم شادو بختوان.